لا. دلوقتي ده بعد ماتش الاهلي وانبي اللي فاز فيه الاهلي على يبقى وصل نهائي الكاس قدام نادي الزمالك، وده ماتش القمه. فانا دلوقتي معايا محمد تعالى يا محمد وري نفسك انا للجمهور. اهو. محمد اللي انا سالته السؤال بتاع الدوري ما عرفوش. دلوقتي احنا هنتكلم في التوقعات لماتش القمه اليوم الاثنين اللي جاي، او بصفته اهلاوي وبصفتي انا زملكاوي. هنتكلم عن مفاتيح اللعب اللي في نادي الزمالك ومفاتيح اللعب اللي في النادي الاهلي، فهو هيبدا بمفاتيح اللعب في النادي الاهلي. اتفضل. مفاتيح ايه؟ انا ما اعرفش. ها طبعا عندك قرب حسام بس غالي. للكاميرا عشان تبان. عندك حسام غالي وحسام عاشور و... ويعني يلا. بتضحك عليه. والله ما لاقي غيره في السوق، مش لاقي غيره. دول مفاتيح اللعب عندك؟ اه. ماشي. انا بقى مفتاح اللعب عندي مفتاح لعب كتير ما شاء الله. عندي ايمن حفني، عندي مصطفى فتحي، عندي شيكابالا، عندي اللهم صل على النبي علي فتحي كمان مهاري فظيع ما شاء الله عليه. وكمان انا بحب يعني اقول ان رمزي خالد ادى ماتش عالمي امبارح. يعني رمزي خالد ده لو ادوله الفرصه كتير هيأدي بشكل كويس. انت طيب. متفق معايا في الحته دي؟ حضرتك يعني هو لعب. هيخلص مش قادر بنخلص الجمهور مستنينا. جمهورية بس. انا انا مش عارف اتكلم. معلش بس هو خجول في الحاجات دي شويه. يعني انا من وجهه نظري انا الزمالك هيكسب بجداره يوم الاثنين ان شاء الله. لا حضرتك انت ايه اللي انت بتقوله؟ وانت بتسخن في ازاي الحته دي يعني بس عشان يعني تقول اكلمه في حاجة. الاداء الفني ما يفهمش. يطلع بيب ايه اللي يلا بس يا سلطان انت العب. يلا قول. انت دلوقتي بتقول الزمالك هيكسب يوم الاثنين. انا بقول لك لا. ليه؟ حضرتك انت يعني انت شايف الاهلي عامل ازاي طبعا، وغير كده انتوا جايبين صفقات اصلا زبالة، ومرتضى جايب لي ستانلي. انت فرحان بستانلي ليه؟ انا فرحان بستني يا بابا. ده ممكن ده هيحط عليكم، هتشوف والله. ده هيحط عليكم. ستانلي ده صفقة الموسم، هتشوف. واحنا صفقاتنا مش زبالة. انتوا جايبين لي لعيبة كسر، جايبين لي مروان محسن ده عنده اصابة في تيزو. جايبين لي لعيبة كسر. تقلوا على عينيكم بقى، تروحوا تتعلموا كورة وتعالوا اتكلموا. هما دول البيب بيب. يلاقوا اي كلمتين يطلعوا عليهم وخلاص. زي ما انا قول يا عم. كمل كلام. كمل كلام. كمل كلام. طب حد كمل كلامك قدام الناس. قدام الناس قدام. بس هو يعني والله ملخص العظيم الفيديو. انا يعني مش بعرف اقول في الفيديو. انا هسجل لكم صوتي، بس انا دلوقتي يعني بضحك صوتوا له على 33 بقى عشان صوت. يا عم ما تعرفناش لا يا عم. خليها 32 رمضان صوت.